اسمع غير نقول لكم غير حاجه، نقول لكم اسمع خلوني نهضر. حنا الجزائر بلاد الرجال مش البلاد المنافقين. هذا المونديال في خاطر كاع الجزائر، في خاطر 1.5 مليون شهداء. هيله من كريم زياني صعبه، هيله ممتازه، ولا لا يا بابا يا بابا، الله 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 الله، جول جول، الله اكبر، واي هدف، يا سلام على عنتر يحيى، اجمل هدف في العالم، هذا هو اجمل هدف في العالم واحلاه. نظن كانت ديجا الدخله كي لحقنا مصر ما كانش الحاله مليحه، الحاله ما كانتش مليحه باسكو دخلنا وكان شويه دونجي علينا مع اللي ركبنا في الكار ومشينا تيراو علينا بلي بلوك، كسروا لنا الكار كما شايفين تبليسه حليش مع الموشيه اللي قاسوهم بالحجر لهنا. شوف احنا on était allongés, on savait pas ce qui se passait, on savait que le bus avançait, on savait pas où il avançait. On avait peur que ce soit un traquenard, quoi, qui nous attende, que ça aille plus loin. قاسك خالد باش تحل راسك. Une grosse pierre. Un bon bloc. دونك يرحم بابك قال لك انتوما درتوها وجبتوا الحجر، دوك حنايا جبنا الحجر معانا من الجزائر. يجوز نورمال في سكانر في الايروبور هذه ما توقعش كامل وما تخرج كاع في الراس. لي بروفيسيونيل خافوا، كان عليهم ضغط وخافوا باسكو جامي صارت لهم هكذا، لا بروميير فوا صار لهم هكذا. حنا كنا على بالنا، حنا موالفين بهذا بلافريك، موالفين بهذا الشيء. هما لا بريمير فوا اللي دخلوا ما دخلنا للماتش خايفين، كاين بعض اللاعبين اللي ما قدروش يلعبوا، انت مطمور الله غالب. Non, mais on était tous abattus et puis arrivé dans le vestiaire, il y a Karim Ziani qui prend la parole et qui remotive le groupe et qui dit que il avait raison, on n'était pas fini, on avait encore 90 minutes à jouer et qu'il fallait tout donner et relever la tête. Et c'est ce qu'on a fait après arriver là-bas. في درمان شوف غير حطينا رجلينا في الطياره سيتي لو سولاجمون توتال. مطمور ولا يضحك، لومبيونس ولات الفريق، دونك يسافي كو ستادير لا دانيير شانس تاعنا في درمان وين عندنا ماتنون 50-50 لا شانس سي 50-50. و بون حتى السودانيين كانوا في المستوى، رحبوا بنا في المطار. لوتيل اون شوازي لو ميور اوتيل تماك، دونك سي بور سا اللي قلت لك كان تحضير وتنظيم على اعلى مستوى. علاش قلت لك حنا كان عندنا فريق والله واش حاب نقول لك، سيتي فريمون سيتي ان ماشي ان جروب، سيتي ان كور كي باتي، سيتي كما يقول كان ايطا ديسبري واحد، سيتي واش حاب نقول لك، يافي با هذيك الانشقاقات اللي كانوا نهضروا عليها، سيتي لونغومون et c'était la force de l'équipe. الحاجه الاولى اللي حسيناها كي وصلنا لام درمان، كي وصلنا هبطت الطياره في ام درمان ودخلنا البلد هذاك وشفنا لاكاي تاع السودانيين ومام لي زالجيريين اللي كانوا تما، عرفنا باللي سي بون سي امبوسيبل نخسروا. باسكو علاش؟ باسكو حسينا روحنا في بلادنا وحسينا باللي راح يلعبوا دوميسيل، فوالا سيتي امبوسيبل نخسروا في ام درمان. والله غير نبكي وحدي، طاحوا لي دموع باسكو حسيت روحي في تشاكا، حسيت روحي في تشاكا عباك كاع علامات تاع الجزائر. دونك لي زيجيبتيان كانوا دو لوت كوتي شويه وحنايا سيتي فريمون هذاك لو مومون. دونك جي لاشير دو بول، دونك عاودت دخلت واش قلت لهم عباك غير دخلت كاع يغزروا فيا ويشوفوا فيا يشوفوا لا رياكسيون تاعي، هما تاني كاع عندهم ايزون يو لا ميم رياكسيون كو تاعي. دونك قعدوا يغزروا فيا وشافوني واش ندير، بديت نعيط لهم اوني تشاكير، قلت لهم سي تشاكير هنا سي بون، قلت لهم اوني شينو. دونك والحمد لله كما يقول لك حسينا روحنا في البلد تاعنا، وخاصة ما تنساش والشيء اللي زاد عطانا هذاك الدفع المعنوي الكبير ولا فورس مونتال، سي لا ديسيزيون تاع الرئيس تاعنا اللي ربي شافيه عبد العزيز بوتفليقه، لو بوان ايريان اللي داروا وتوافد الجمهور اللي جا بكثافه. على كل حال الهدف هذاك ما عرفش كيفاش دار باش ان ديفونسور ديجا يميسا سات فراب، سي ماشي كل يوم يماركي بيت كيما هكا.
لا جوا تاع البيبليك، عرفنا باللي ديجا في الستاد شفت البيبليك كيفاه كان، وعرفنا باللي الجزائر كامل كانت تسنى في المقابله هذيك، والهدف هذاك جو بونس كو خلى الجزائر كامل تفرح. دونك حنا ما كناش كاع نتخيلوا البيت هذاك، باسكو ضربها صح عامل الحظ، بصح الحراره وهذيك كانت واحد لا فولونتي عند اللاعبين، كنا حابين نربحوا هذه. ضربنا في الارض حكمها، ايوه ضربنا في السماء حكمها، نعم ضربنا وين الشيطان ما يجيبهاش. Le but d'Antar nous a libérés, mais je pense que c'est Chaouchi qui a fait la différence ce match-là. Non, voilà, Wallah, je le connaissais pas. Et il a fait un match de fou. Il a fait un match de fou. Et c'est ça qui a fait la force, qui a fait sa force sur ce match-là. Et après, voilà, il nous a sauvé 2 arrêts, surtout en deuxième mi-temps, sur le côté là. En fait, tout le monde défendait. Tout le monde défendait. Et même Karim Ziani, après, comme Mourad Megni était fatigué, il a dit viens, je prends ta place, je vais courir pour toi. Tu vois, c'est des détails qui font la différence. الفرحه ثاني ابري لا كنت في لي فينال، فرحه كبيره باسكو انا كيما قلت لك هذيك الفرحه ما ننساهاش، باسكو كي سيف لا فان تشوف لي جوار كل واحد وين يجري، تسمى تالمو الفرحه هذيك ما بالكش وين واش راك دير. والحمد لله شفنا البيبليك دخل التيران الفرحان، التعب هذاك اللي تعبوا البيبليك واللي تعبنا حنا ما راحش خساره، ومن بعد الرجوع الى كما نقولوا الوطن ولاكي رويال اللي داروه لنا البيبليك. Ouais, c'est quand tu rentres à l'hôtel et que tu regardes ton téléphone, c'est là que tu dis waouh, on a fait un truc de fou. Moi jamais j'aurais pensé à autant de monde. Waouh. Et je pense que beaucoup de gens le disent que c'était comme l'indépendance. J'ai vécu 2014, ça n'avait rien à voir. بعد يعني الدموع تاع الفرحه، هذيك مباراه فاصله لعبنا ديجا من قبل المباراه، ننتظر 3 أيام، يعني الشعب كله كامل ينتظر في الفوز. لا المباراه هذيك مباراه خاصه، هذيك تاع الفرحه تخرج وحدها ما تقدرش تسيطر عليها، وكاين قلت لك بصح جات في وقت سبيسيال خاص ما تقدرش، لان اغلب اللاعبين ولا اغلبيه اللاعبين بكاو في هذيك المباراه، لان ما كانتش مباراه كره قدم، كانت مباراه ولا مصير شعب. Il y a une anecdote, c'est on passait l'autoroute qui donne de l'aéroport au palais. On était sur un pont. On passait sous un pont, pardon. Et il y a un supporter qui a sauté. Le gars, la sécurité, ils sont venus. On l'a mis en calme, calme, et tout là. Ils l'ont redescendu doucement. Mais ça venait normal. Et il y avait aussi une image qui m'a choqué. Il y a le défilé. Il y a des voitures qui sont stationnées. Il y avait un gars qui était costaud, machallah. Mais costaud, torse nu. Hein. Il était sur un 4x4. Très haut. Il y avait des supporters en bas. Et on le regardait, on était arrêté à ce moment-là. Et on communiquait avec le public. Et il commence à faire comme l'Algérien. Et il fait ça. Et nous on dit ouais. Et ben wallah l'Adim qu'il a sauté, il a fait coup de ciseau, il est tombé sur le... Non, sur le supporter. Il a sauté de sa voiture en coup de ciseau. Mesquine, il y avait des jeunes de Tahou avec un chapeau, ils n'ont rien compris. Mais c'est des moments qui t'ont marqué. Ouais, c'est énorme. Ouais, voilà. On rigolait à ce moment-là. هايله من كريم زياني، صعبه هايله ممتازه، ولا لا يا بابا يا بابا، الله 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 الله، جول جول، الله اكبر، واي هدف، يا سلام على عنتر يحيى، اجمل هدف في العالم، هذا هو اجمل هدف في العالم واحلاه. في مثل هذا اليوم خرج كل الجزائريين إلى الشارع محتفلين بتأهل المنتخب الجزائري إلى كأس العالم بعد غياب طويل دام أكثر من 24 سنة عن المحفل العالمي. في مثل هذا اليوم وفي مباراة مجنونة وغير عادية تماما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون رد أمام المنتخب المصري في درمان السودانية التي تحولت إلى ولاية جزائرية تزينت بالأخضر والأحمر والأبيض، حين تنقل عدد هائل من الأنصار فاق 10,000 مناصر إلى السودان
لمناصرة رفقاء عنتر يحيى الذي حمل الرجل الجزائري على أكتافه وشهامة أبناء الأوراس الذين إن أصروا على شيء حققوه. وبقفة قوية انطلقت كدوي الرصاصات الأولى لنوفمبر 54 حرر الجزائريين وبعث بهم إلى الشوارع للاحتفال بعودة الكرة الجزائرية إلى الساحة الدولية. ومنذ ذلك اليوم عادت الجزائر إلى اعتلاء المراتب الأولى في القارة السمراء، وعرفت عودة الروح للكرة في بلادنا. طريقة لعب مميزة لأشبال سعدان، ميزتها الرجولة والاندفاع والرغبة في تشريف الألوان الوطنية ورفع التحدي مهما كانت الظروف. العقلية هذه هي التي يريد أن يراها الجزائريون في منتخبهم في المواعيد القادمة، حين يتمنى الشارع الجزائري أن يرى حماس أمدرمان لدى اللاعبين في الغابون وصلابة في الدفاع مثل ما فعله رفقاء بوغرا وعنتر يحيى في السودان. يتمنون رفع التحدي والعودة بقوة في تصفية كأس العالم وإبقاء الجزائر في المكانة التي اكتسبتها منذ ذلك التاريخ. فهل سينجح رفقاء محرز في إعادة الابتسامة للجزائريين وإعادة هيبة محاربي الصحراء؟ ضربنا في الأرض حكمها، ضربنا في السماء حكمها، نعم ضربنا وين الشيطان ما يجيبهاش. الأرض حكمها، ضربنا في السماء حكمها، نعم ضربنا وين الشيطان ما يجيبها.